بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، يوم أمس كان صفعة لتحالف الدكتاتورية والاستبداد والاستعلاء بالقرار الذي اتخذه مصدر مجلس السلم والأمن الأفريقي. نحن عارفين ده المؤسسة الرئيسية التي تصنع القرارات في الاتحاد الأفريقي، بالرفض ايقاف او الغاء تعليق عضويه السودان في الاتحاد الافريقي او نشاطه في الاتحاد الافريقي بسبب الانقلاب العسكري الذي شهدته الخرطوم في 25 من اكتوبر 2025. يعني ما عندها علاقه، القرار ده ما عنده علاقه باي حاجه ثانيه، زي ما قال وزير خارجيه حكومه الامر الواقع في بورسودان. وطبعا يا جماعه القصه دي ما بدت امبارح، القصه دي اول حاجه المصريين دول شغالين لهم اكثر من سنه عشان يخترقوا ميثاق او يخرقوا ميثاق الاتحاد الافريقي ويخترقوا الدول الافريقيه ويحاولوا التاثير عليها للعوده بحليفهم البرهان الى مقعد السودان في الاتحاد الافريقي، الشيء الذي رفضه الاتحاد الافريقي تماما. والقصه ما جديده، يعني ما من السنه اللي فاتت هم شغالين، عملوا محاولات كبيره جدا مع الجزائر من العام الماضي، طبعا فشلت ما قدروا يمرروها. في نوفمبر اللي فات بتتكلم الخارجية المصرية عن انه البرهان هو السلطة الشرعية في السودان. مع بداية قبل 3 يوم أو 4 يوم الخارجية المصرية أصدرت بيان بمجرد ما بدأت إرهاصات توليها برئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي، طوالي طلعت بيان قالت والله هتعمل اجتماعات تشاورية مع بعض الجهات ومنها وزير خارجية السودان، وهو يعلم أن الكلام ده يتعارض معه، لكن كانت هي محاولة للتأثير على الدول الأفريقية. لكن من الواضح انه زي ما قال اخونا السفير عمر مانيس، افريقيا انتصرت لمبادئها، ومبادئها دي خلاص نحن كلنا مقرين ومتفقين انه الاتحاد الافريقي ده منذ سنوات وسنوات ما شويه اقر مبدا عدم الاعتراف باي نظام يقوم على انقلاب عسكري على نظام ديمقراطي. انتهينا فول ستوب. يعني هي هسه حتى مصر اللي بتقاتل الان لإعادة السودان للاتحاد الأفريقي، ما هي ظل بعد انقلاب السيسي قعدت سنة كاملة هي بعيدة عن عضويتها معلقة في الاتحاد الأفريقي، ويعني ما خلت حاجة في الدنيا وسطتها، ما جهة ما دفعت لها، ما عملت السبعة وزمتها عشان تعود الاتحاد الأفريقي، وفشلت في ذلك. ولم يتم ذلك إلا بعد إجراء الانتخابات، بغض النظر عن رأينا في الانتخابات، لكن المهم انتخابات عامة شارك فيها الشعب المصري، وبعد الانتخابات حتى سمح لمصر بالعودة إلى مقعده في الاتحاد الافريقي. اذا المحاوله بتاعت المحاوله المصريه السودانيه، مش سودانيه حاجه، ما بتمثلوا السودان، ما بيمثلوا السودان لانه كذابين، ما بنقدر نقول في وزير يمثل السودان وهو يكذب. يعني هسي الحاجه المحزنه طبعا محي الدين سالم شوف، يعني ده الوزير الثاني اللي احنا نتكلم عنه خلال يومين بسلوكيات غبية لا صلة لها لا بالسياسة لا بالدبلوماسية لا بالفهم لا بأي حاجة. يعني ما واحد يسالم ده المصريين غشوه قالوا له خلاص ما عندك مشكلة، الموضوع ده مظبط وانت هترجع بلدك، رجع ما رجعت. لكن انت هتشوف هو قال شنو. يعني لما انت بالنسبة لك اول ما الزول يكذب تعرف انه الزول ده خلاص ما عنده حقائق، يعني ما عنده حاجة يقولها، لذلك اضطر إلى الكذب. يعني عمل تصريح غريب جدا، فيه حاجتين غريبات. الحاجة الأولى إنه والله لا هم ما اتخاذ الاتحاد الأفريقي لما اتخذ قرار بتعليق عضوية السودان لم يتريث ولم يبحث ولم يبعث لجنة تقصي غير. يعني لجنة تقصي حقائق لشنو؟ انت في سلطة مدنية ديمقراطية متفق عليها بتفويض شعبي قاعدة،
جيت قبضت رئيسها ووزراء ودخلته بالسجن، وجيت نصبت نفسك رئيس. طيب يعني جيت توصل الحقيقة عشان تعمل شنو كان يا ربي؟ واحد، دي الكذبة الأولى. الحاجة الثانية قال لا، قال هو أصلا ما في انقلاب، لأنه قال بعد التغيير، شوف خطوة التغيير، شوف التدليس وشوف التزييف وشوف تقبيش الوعي وشوف تزييف الحقائق. قال بعد خطوة التصحيح اللي عملها السيد القائد البرهان في 25 أكتوبر 21، عين عبد الله حمدوك رئيس وزراء. وطبعا الكلام ده غير صحيح، كذبة بلقاء، لأنه لما حصلت التسوية التي رفضت بعد ذلك وقبل حمدوك بالعودة إلى رئاسة الوزراء، كان عنده شرط أساسي، قال لن يمنح الانقلاب شرف تعيين رئيس وزراء. هو أصلا رئيس وزراء وسيعود بذات القرار القديم بتاع التحالف المدني العسكري العينه وبالتفويض الشعبي الجاب رئيس وزراء، ورضخ البرهان لذلك. وبالتالي ما صدر بعد الانقلاب، ما صدر تعيين قرار بتعيين رئيس وزراء. ولو كان شجاع كان يقول والله البرهان معين كامل إدريس بحثا عن الشرعية، لكن لا، هو داير يزيف طبعا حقيقي. فلذلك يعني أن يتلقى هذا التحالف الاستبدادي هذه الهزيمة النكراء. نحن حقنا نفتكر ده انتصار للشعب السوداني، انتصار لكل القوى المحبة للسلام والمحبة للديمقراطية والمحبة للأمن والمحبة للوحدة في العالم وفي السودان. وتحية للقوى المدنية، ونحن بنتابع نشاطها منذ فترة منذ الجولة الأوروبية انتهاء بأديس أبابا، جولة الصمود. وزي ما قال بعض المراقبين انه مسألة تواجد صمود في أديس أبابا وقرار الاتحاد الأفريقي أو المجلس السلم والأمن الأفريقي برفض المقترح المصري بالعودة بعودة السودان لأفريقيا، وجهان لعملة واحدة، ما بينفصلوا من بعض، ما يعني الاثنين صمود كان لها دور، ما في ذلك شك. وبعدين حتى بالنسبة للناس الرفضوا، أنا شايف في بيان من تأسيس بيرفض من حيث المبدأ البيان، ويعني حتى فيما يشبه الاتهام القوى رحبت بالموقف الافريقي انه برضه ما سلم. لكن انا داير اقول حاجه، هو بيان الاتحاد الافريقي ده ما هو كان لازم يعني يطلع بيان بالشكل ده، فيه بعض انا ما اعرف اسمها شنو، متوازن توافقي، شيء من هذا القبيل. بل احنا ما يعنينا اساسا الشيء المهم بالنسبه للشعب السوداني انه نظام انقلابي ما يعود يمثل في الاتحاد الافريقي، فرصته بانتهينا، ده قرار صدر من المجلس اتخذ وخلاص انتهينا الموضوع ده. لكن بعد ذاك الكلام عن مواقف الحكومه وخطواتها وبتاع دي كلها، هي دي ذاتها انا بالنسبه لي اذا انا عايز اقرا بيان الاتحاد الافريقي ده قراءه صحيحه بقول والله اي صحيح الاتحاد الافريقي امن على بعض الخطوات لكن هي مشروطه، لانه يعني معظم النقاط اللي وردت في بيان الاتحاد الافريقي هي بالنسبه للخارطة الحكومية وبالنسبة للبرهان وبالنسبة للحركة الإسلامية وبالنسبة لدعاة الحرب مرفوضة. يعني الوقف الفوري للحرب بدون شروط، تقديم المساعدات، تأمين مسار الوصول للمساعدات الإنسانية للجميع، التسوية يعني الأمن، تأمين المدنيين قبل موضوع التسوية السياسية، إيقاف الحرب، دي كلها بالنسبة لهم مرفوضة. فبالتالي حتى إذا قلنا والله الاتحاد الأفريقي كان مرن تجاه الخطة الحكومية، بنقول ده موقف مشروط وليست موافقة مطلقة. نحن نهنئ الشعب السوداني ونهنئ الاتحاد الافريقي بموقفه الصارم والمبدئي. ولعلم الناس بالمناسبه يعني في قريب ل10 دول افريقيه عضويتها معلقه في الاتحاد الافريقي لانها لم تستوفي بشروط النظام الديمقراطي، كلها قايمه على انقلابات عسكريه. فحق الناس تسال وترجع لكلامنا اللي بنقول فيه ليله الزمن انه شنو مصلحه مصر في عوده نظام البرهان تحديدا الى الاتحاد الافريقي. في دول كثيره عضويتها معلقه، مصر ما تعبت معها.
لكن مصر تعبت هنا، بتتعب وبتبحث عن الشرعية لحكومة بورسودان، لأنه هي تعلم أن حكومة بورسودان يسيطر عليها الجيش، وهي تعلم أن مصالحها في السودان مربوطة بوجود هذا الجيش في السلطة، أو بوجود السودان في قبضة هذا الجيش. ده المنطلق اللي بالأمس الدول الحرة المحبة للسلام والمحبة للديمقراطية نسفت هذا المخطط المصري. وبعد ده برضه لسه في ناس حيجوا يتكلموا وحيقولوا والله لا، والله مصر دايرة سلام للسودان.